السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. يا ريت ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك وبالشير، وتكتبوا لي في الكومنتات اخباركم ايه، تطمنوني عليكم، واعملوا شير كتير لان بجد محتاجة دعمكم. نيجي بقى لرسالة النهاردة. رسالة يعني هي مش مفهومة شوية، فيها ممكن غموض او يعني مش غموض، مشاعر متلخبطة، تشتت من حبيب هو بيحب وعارف ان هو بيحب، لكن عنده نوع من انواع العناد او الرفض، مش عايز يستجيب للمشاعر بتاعته. وده طبعا بيخليه عايش في حالة مش كويسة. الحبيب هنا عارف هو بيحب مين، وهو متأكد ان هي بتحبه زي ما هو ما بيحبها، لكنه واقف بكامل وعيه وبكامل طاقته وقوته، رافض ان هو يتجاوب مع الحب ده. فهو بيقول لحبيبته انا مش بحبك. يعني هو بيقول لها انا مش بحبك، بس هو عارف ان هو بيحبها، ورافض ان هو يحب حد غيرها. هو حاول يحب حد غيرها، لكن علشان من جواه مش حاسس ان ممكن تكون في انسانة تانية تملى فراغها جوه قلبه وجوه مشاعره، بيحصل رفض. يعني بيسعى ان هو يدخل في علاقة تانية، وبيسعى ان هو يقابل شخصيات تانية مع ستات وبنات تانيين ليهم مواصفات تشبهها، ممكن في نفس السن، في نفس الثقافة، من بيئة مشابهة، بحيث ان هو يلاقي نفس الصفات اللي فيهم، آه، يلاقي فيهم نفس الصفات اللي كانت في حبيبته دي. لكن ما بيحصلش الانسجام التام ما بينه وما بينهم. فده طبعا بيخليه يحس بحسرة كبيرة وبخيبة أمل، لكن رغم كده مصر على موقفه، وهو شايف ان حبيبته ظلمته لما دخلت في علاقة حب معاه، لان هي ما كانتش صادقة. فهو ده وجعه جدا وكرامته مخلياه آه، رافض ان هو يعترف لها بحبه. وطول الوقت بيصدر لها ان مش انتي الانسانة اللي انا عايزها، انا استاهل واحدة غيرك، واحدة احسن منك. لكن هو في الحقيقة هيتجنن عليها، ونفسه يقدر يسيب نفسه كده ويتجاوب لحبه. هو بينه وبين نفسه بيقعد يفتكر لحظات الحب اللي كانت ما بينهم، هو بيفتكر قد ايه هو كان بيبقى سعيد معاها، وعارف ده. وساعات بيبقى عايز يكلمها ويتصل بيها ويقول لها تعالي نرجع مع بعض تاني، يلا يلا نكون مع بعض ونكمل حياتنا مع بعض لآخر العمر. لكن في صوت جواه بيسلطه ان ما تكلمهاش، ما ترجع لهاش تاني، دي إنسانة غير جديرة بيك، إنسانة ما تستهلكش، إنسانة خدعتك. وهو مع الأسف بيمشي ورا الصوت ده ومصدقه جدا. وكمان في بعض الأشخاص حواليه بتأكد له الهاجس ده أو الصوت اللي جواه، وطول الوقت بتشككه في حب الإنسانة دي ليه، وبتقوله إن هي ما كانتش إنسانة أمينة عليه وما بتحبهوش، ولازم ما يستسلمش لمشاعره، ولازم يكون قوي ويجاهد مشاعره دي، ويدور على الحب اللي بجد، يدور على إنسانة تانية تقدر تصونه وتحافظ عليه. لان هم بيقنعوا ان البني ادمه اللي انت بتحبها دي لا هتصونك ولا هتحافظ عليك، لان هي انسانه غير امينه. وبيبتدوا بعض اللي هم مراسيل الخير يحاولوا يرشحوا له بعض البنات، ويجيبوا له بعض البنات اللي تنفع تكون زوجات من وجهة نظرهم، وبيحاولوا يكونوا حمامة سلام. لكن سبحان الله، علشان البنت اللي هو بيحبها بجد وهي بتحبه نيتها صافية، مفيش لحد دلوقتي أي موضوع من المواضيع دي بتكمل. فهو بيبقى حزين وفرحان في نفس الوقت. حزين إن هو بعيد عن حبيبته اللي بيحبها، وفرحان إن لسه في ما بينهم رابط، حتى لو
مش حقيقي أو مش ملموس. هي متأكد ان هي مرتبطتش بحد غيره، وهو برضو مرتبطش بحد غيرها، فعارف ان في رباط ما بينهم، وان هو كده في امل ان هم يرجعوا لبعض، وهو عايش على الامل ده رغم ان هو بيقاوح. بس هو متأكد وعارف ان مقاوحته دي وعناده مش هيطول. قريب قوي هيرجع لحبيبته وهيكلمها من تاني علشان يرجع حبل الوداد ما بينهم، ويتقابلوا ويبقى في ما بينهم وصل، يعني ياخدوا بقى بريك من الفراق ده، لان هو تعب قوي آه، في الفراق، وطول ما هو بعيد عنها تعبان ومش مستريح، وحاسس ان في حاجة كبيرة قوي ناقصاه. وهي كمان عارفة ان مفيش اي واحدة في الدنيا ممكن تسد الفراغ اللي سايباه في حياته، وهي كده كده ما بتفكرش حتى ترتبط بحد غيره، رغم ان هو عنده مساعي للارتباط. حتى لو كان ما كانتش مساعي حقيقية، هي حتى ما عندهاش المساعي الكدابة دي، ما بتحاولش تظهر انها ممكن تدخل في علاقة تانية او بتحاول تدخل في علاقة تانية، لكن هو رافض. رافض ده حاجة مش بإرادته، وممكن نغلطه فيها، لان هو المفروض يكون اقوى من كده، ما يسمعش الكلام حد بيتكلم على حبيبته، لان دي حاجة برضو ما تخليهاش تحس بالامان معاه. معنى كده ان هو بينساق ورا الاصوات اللي حواليه، ان مش هو المتحكم الوحيد في مصير قصة حبهم. ان معنى كده لو رجع لها تاني وكملوا مع بعض، الاشخاص اللي حواليه دول قادرين ان هم يقلبوه عليها، قادرين ان هم يسلطوه عليها ويخلوا حياتها جحيم، زي ما هم عاملين دلوقتي وواقفين في ان هم يرجعوا لبعض. فعلشان كده ده مخليه حيران، هل يرجع لها ويكمل وما يهموش كلام اللي حواليه، ولا يصدق اللي حواليه باعتبار ان هم دول اهله واصحابه اللي عارفينه من زمان، من قبل حتى ما هي تظهر في حياته. آه، فهي الموضوع متلخبط، بس هو بجد هيتجنن عليها ونفسه يرجع لها، لكن بيكابر. بس خلاص المكابرة والعناد دول على وشك الانهيار، وقريب قوي هيرجع لها وهيكلمها. بس هنا بقى الكورة هتبقى في ملعبها، هل هي هتقبل وترجع له، ولا مش هترضى؟ في الحالة دي احنا مش عارفين نلومها، ولو ما قبلت انها ترجع له، ممكن ربنا يصلح الحال ويرجع يجمع شملهم ويكون حياتهم كويسة. في حال ان هي رفضت انها ترجع له او تكمل معاه، فده برضو احنا حاجة ما نقدرش نلومها عليها، لان برضو هيكون معاها حق، لان هي مش هتكون حاسة بالامان التام في العلاقة دي. اما يكون في اشخاص تانية ليهم كلمة عليا على الشخص اللي هو المفروض محور حياتك، والشخص اللي انت هترتبطي بيه وهتكملي معاه باقي حياتك، فدي حاجة ما تطمنش ابدا. بس كده اولا واخيرا انت اللي هتكوني مالكة زمام الامور، وانت اللي هتكوني متحكمة في العلاقة، والخيار بايدك، يا اما تكملي يا اما تبعدي للابد. وفي الحالتين انت اللي بتقرري مصيرك وبتختاري سعادتك، ويا رب يلهمك الصواب ويلهمك القرار اللي فيه الخير ليكي. دلوقتي نقول سلام عليكم، واستنونا مع رسالة جديدة.